النهارده الحلقة بتاعة برّه روشتة اللي كلنا هنبقى قاعدين قلقانين، شافطين بطننا، عايزين نبقى شكلنا رفيّع، عشان معانا الدكتور أمل استشاري تغذية علاجية، هتساعدنا نفهم حاجات كتير جدًا، جدًا نفسنا نفهمها. إزيك يا دكتور أمل؟ ازيك يا نانسي عاملة عاملة ايه؟ إيه؟ الحمد لله كله كويس، كويس؟ كله حلو الحمد لله. خاسين؟ قمر. تمام؟ تحفة. الحمد لله، الحمد لله عشان الواحد بيبقى قلقان جدًا لا من لا لا الموضوع ده. قمراية بصراحة. ميرسي. طيب عايزين نسأل بقى سؤال، هو ليه موضوع الdiet والأكل والجسم والكلام ده يعني تعب أعصاب الناس كلها؟ يعني الموضوع بصراحة بقى تعب نفسي للناس. كل حاجة يقول لك لأ أصل الدايت ده حرمان، يعني أنت ممنوع تاكل وتشرب وتعمل وبتاع، فهل هو فعلًا حرمان والّا أقدر آكل في الدايت الحاجات اللي نفسي فيها؟ يعني رز معمر، مكرونة بالبشاميل، فرخة كده محشية حلوة، والّا الحاجات دي ممنوع لازم الخيارة والفرخة المشوية والشوربة؟ قولي لنا كده بدايتنا كده نعمل إيه؟ طيب خلينا نتفق على حاجة، نتفق. ان احنا يوم ما تقرري تعملي دايت يا نانسي لازم تاخدي قرار واحد بس، إيه بقى؟ ان ده هيبقى لايف ستايل ليتر. اهم. وعشان يبقى لايف ستايل ما ينفعش يبقى خنقة عشان تعرفي بالضبط، تعيشي بيه. بالضبط، بالضبط. فمثلا انت قلتي عايزه اكل رز معمر، إمم. موافقاكي جدا. هاكلك رز لان هو الرز مفيد جدا وهو كمان الجلوتين بتاعه مش عالي خالص، ممكن اهم. تاخدي رز. بس بدل ما تحطي عليه قشطه اللي هي كلها فاتس كتير جدا جدا، او تجيبي قشطه آه. مش من سورسز حلوه، يعني تكون مش حقيقيه، مش قشطه بجد. يعني لو جِبت قشطة اللي هي الطبيعية كويسة. طول ما هي جوه الماكروس بتاعتك اتس آه. فاين. يعني عايزه تاخدي إمم. طاجن رز معمر وهتحطيها جوه الماكروس بتاعتك، هي إيه اتس الماكروس اوكي. دي اللي هي ال اللي المفروض إحنا الطبيعي بتاع البني آدمين إن آه. هم المفروض ياخدوا كمية بروتين معينة، كمية healthy fats معينة، كمية carbs معينة، والcarbs دي تبقى healthy carbs. أوكي. لو أنا هاختار ال3 دول لازم هيبقى في تقسيمة لطبقي كده، X إمم. بروتين لكل بني آدم طبعًا customize على إمم. حسب جسمه وطوله وسنه وأمراضه، كل وده اللي الحاجات دي. بيحدده طبعًا دكتور التغذية. بيحددوا دكتور إمم. التغذية ولازم يتعمل له تحاليل ولازم الage بتاعه، يعني ما ينفعش واحد مريض كوليسترول أأكله رز معمر بالقشطة إمم. كل يوم، ما هو ده مش محطوط في مش طبيعي لأ. مش طبيعي يعني، ولا حتى البني آدم بالضبط. عادي لأ هييجي له خالص، كوليسترول إن شاء الله، خالص. فيعني تمام. بس أنا دلوقتي نفسي في طاجن رز معمر، إمم. عندي one of two options. أنا باحاول أخس والّا عايزة أحافظ على وزني؟ إمم. أنا عايزة أخس، طب خلاص هاعمل رز طمعان بصراحة، عايزة آكل رز معمر واخس. طيب خلّينا ناخدها as 2 ماشي. scenarios. scenario number 1 أنا عايزة أخس، فأنا هاعمل طاجن رز المعمر بس هاستخدم زبادي إمم. بدل القشطة، وأحط حتة قشطة صغيرة عشان الflavor. حلو. فأنا كده قللت الكالوريز، كلت الرز المعمر بس كلته بطريقة healthier. وهيبقى طعمه حلو وكل حاجة. كل حاجة. أوكي. وعايزة أقول لِك بقى إن أنتِ ساعات لمّا بتتعزمي عندي بابقى عاملاه لِك بالزبادي وأنتِ مش عارفة. والنبي! آه والله. والله بيبقى تحفة. طب طيب، خلاص تمام. فهو الفكرة كلّها إحنا هنحطّه إزاي، فاهماني؟ طيب أنا دلوقتي خلاص أنا مش عايز لا أخس ولا أتخن، أنا مبسوط بوزني جدًا، إمم. وأكلي نضيف وكل حاجة، نِفْسي في طاجن رز معمّر أوكي، بس أعمله بقشطة طبيعية، أعمله بزبدة طبيعية، أعمله برز quality بتاعته حلوة، وأكون ناقعة الرز عشان ما يبقاش فيه نشا كتير، إمم. فعادي جدًا هاكله، وبعدين بعد كده أحسب إن أنا الcalories بتاعتي الكالوريز عاملة قد بتاعتي، إيه في أو إن أنا اليوم. إمم. خلاص أفورت أوي في الرز معمّر، عادي جدًا بُكرة ألِم نَفْسي، آكل جنبيه رز مسلوق. يعني آكل اللي أنا عايزاه، بس كل حاجة أنا باحبها أحاول أshift أو أغيّر فيها حاجات تبقى more healthy شوية، بحيث إن هي ما تبوظليش الدنيا، يعني حتى لو بوّظت أبوّظ بعقل، ما بالضبط. ابقاش اللي هو أروح مبوّظة الدنيا كلّها. طب سؤال بقى، هل إن في ناس فعلًا رفيّعة ومهما بتاكل ما بتتخنش؟ يعني هل هي طبيعة جسم فعلًا، والّا في ناس يعني لأ الموضوع ما لوش علاقة بطبيعة الجسم، هتاكل هتتخن؟ لأ، هي طبعًا ليها علاقة بطبيعة الجسم. آه. أولًا الأصغر الميتابوليزم بتاعهم أحسن، يعني إمم. الحرق بتاعِك أكيد وأنتِ صغيرة أكيد غير طبعًا، لمّا بتكبري. طبعًا. الكبد بتاعِك أحسن، الكلى بتاعتِك أحسن، ما كل organs ديّة كل ما مع بنكبر السِن. بتقدم، بتكبر، ما إمم. بتستحملش زي الأول. فعشان كده وفي ناس كمان الحرق بتاعهم أعلى من ناس تانية. في ناس الactivity level إحنا مش بنبُص، يعني نيجي آه. نقول إيه، أصلها رفيّعة وبتاكل كل اللي هي عايزاه. شُفتِ يومها ماشي إزاي؟ شُفتِ إنها إمم. ما بتقعدش على بتتحرّك المكتب إزاي، إزاي، بتتحرك إزاي، بتلعب مش رياضة يمكن والّا بتلعب لأ، رياضة بالضبط بتجري كده. ورا العيال. في إمم. حاجات كتير أوي. وبرضه في الآخر لو أنا كلت كل اللي أنا عايزه من غير نظام at a point هيتخن، اللي عمره ما تخن ده فجأة كتير هيتخن. جدًا. إمم. بييجوا يقولوا لي في العيادة أنا طول عمري، طول عمري أنا باكل اللي والله أنا عايزاه. طول عمري. باكل اللي أنا عايزاه وما باتخنش. إمم. أول ما كمّلت 35 والّا 40 حرقي باظ. ما هو إمم. حضرتك ما بنيتيش من زمان، ما أنتِ أوكي. عملتِ غلطات في العشرينات هتتدبسي فيها في بتدفعي التلاتينات. تمنها في التلاتينات. شكرًا، وفي الأربعينات وفي إمم. الخمسينات it will hit you when it hits you. especially كمان هرموناتنا رجالة وستات بتتغيّر كل ما بنكبر. إمم. فالمهم إن أنا ما اتعاملش مع جسمي إن هو نفس الشيء على طول. أنا في ال20 غير وبالضبط. أنا في ال25 غير أنا في إمم. ال30 غير في ال35، واقعد كل 5 سنين أفهم وبتنصحي جسمي. طبعًا إن لازم يبقى في body activity مع الأكل الhealthy، يعني مش لازم أبقى ماشية healthy أوي، بس على الأقل
اكل يعني منتظم مظبوط، وكمان يبقى فيه لازم معاها اكتيفيتي عشان الحرق. مش اكتيفيتي بس، اه اكتيفيتي، نوم، روتين، لازم. فيتامينز. ما هو ده جزء من الاكل، يعني أنا لو ما باخدش فايده من حاجه معينه، التحاليل الدوريه ان اتاكد ان الفيتامينز والمينرالز بتاعتي مظبوطه. هو الفيتامين دي فعلا بيفرق في الحرق. طيب، اهم فيتامينين بيفرقوا جدا في ايوه الحرق. ايوه بالظبط بقول اوكي، الحديد ايوه وفيتامين دي، ده ان كيس اوكي، انك نورمال ما فيش اي ما مشكله في عنديش جسمك مشاكل خالص، تانية. بس عندك نقص حديد هتبقى تعبان، حرقك وحش، حياتك بايظه خالص. تمام. ده حتى في ستات تقول لك ايه، انا مش عارفه انا ازاي ببرد في الصيف، حضرتك عندك انيميا. احنا مش واخدين بالنا ان الستات مثلا بتفقد كميه دم كبيره كل شهر، طبعا. ما عوضتيهاش بقالك 10 سنين. طب ما هو جسمك وبتاكلي زي الزفت، هنجيب لك منين حديد؟ صح. فلازم تاخدي سبلمنت. تقول لك انا بقعد في الشمس طول النهار. طب بقى ايه رايك، شمس القاهره ديت اصلا ما فيهاش فيتامين د، ما طبعا متغطيه بتغطيه بسحابه سوداء. بولوشن قد كده. بالظبط. غير مثلا الناس اللي مم. عايشه في القرى تلاقي ما عندهمش نقص فيتامين دي جامد لان ما فيش بولوشن. فاحنا لازم كل شويه لازم نعرف احلل اعرف انا وضعي فيه ايه بالظبط، بالظبط. وبناء عليه اعرف مشاكلي في ايه. بالظبط. غير بقى مم. قله النوم، قله المغنيسيوم. انت عارفه المغنيسيوم داخل في 300 عمليه حرق في جسمك، او 300 عمليه عامه في جسمك. مم. فنقص المغنيسيوم تروح عامله لي تحليل مغنيسيوم، تلاقي نفسيها السيرم المغنيسيوم بتاعها نورمال. حضرتك قستي في الخلايا؟ لا عرفتي ايه المشكله اللي حاصله؟ لا وتقولي لك انا ما بنامش، اديها قرص مغنيسيوم اسبوع، مم. تقولي ربنا يخليكي يا دكتوره، ده انا نمت ده ولا نوم، احسن ده منوم. انا نمت نوم ما شفتوش قبل كده. حبيبتي مم. ما كان عندك نقص مغنيسيوم. اوكي. ده طب نتشك، نبص، مم. نحلل، نعرف الدنيا ماشيه ازاي، نفهم ناخد لايف المشكله في ستايل. ايه عشان كده نعالجها، بالظبط. مش اللي هو انا عايزه اخس وخلاص. ما هي دي البوينت بقى اوف مم. فانكشنال ميديسن او فانكشنال نيوتريشن، انك مش انا مش هشوف من بره ايه اللي بيحصل، بس انا لازم اشوف من جوه ايه اللي فيا ايه بالظبط. انا شخصيا. تقولي انا ما مم. بحرقش، حضرتك بتنامي؟ لا. لا. عندك البيريود نقص منتظمه؟ فيتامين. لا. بتاخدي حديد او حللتي حديد بقالك يا 5 سنين ما حللتش يا دكتور. طب ما طب حضرتك ما هنعرف طبيعي، منين ده المشكله؟ اقل واجب. وتقولي انا مش عارفه حرقي بايظ ليه، حضرتك ما احنا يا حللنا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ لا. وبتنامي؟ لا ما بنامش. طيب عندك ستريس؟ طبعا عندي ستريس. طب مم. هعمل ايه؟ طب هو فعلا الحالة النفسية بتفرق جدا في موضوع الجسم والدايت والكلام ده. يس، لان مم. عندك اكتر هرمون بيتاثر بالستريس هو الكورتيزول. مم. الكورتيزول ده مايسترو، بيأثر على الانسولين اللي في جسمك، بيأثر على هرمونات الانوثه، بيأثر على هرمونات الذكوره، كل دوت. مم. فانا لو عندي ستريس الكورتيزول بتاعي هيتأثر، والكورتيزول دايركت كونتاكت على طول مع الانسولين. مم. فوانس ان في مشكله في حاجه زي كده، طبيعي معظم اللي عندهم ستريس بيجي لهم مقاومه انسولين. اوكي. فطبعا الستريس والفيتامينز، احنا بننصح اهم حاجه ما تبقاش اندر ستريس. الفيتامينز بتاعتك بالذات لو الخسيه، الفيتامين دي والحديد، وطبعا لو في رياضه او اي حركه، وكمان الرياضه فكره بتحسن النوم. الستريس باي ذا واي، يعني لما بتلعبي ما رياضه هو كلهم فبتقلل بقى هيبقوا الكورتيزول حلقه لما هي واحده. بالظبط كده. ما هو مم. دوت يعني searching for the root cause of the problem. واحلها هلاقي في فرق جدا جدا. في يعني في حياتي واحده اقول كلها. لها انت مثلا ستريس بتاعك مم. عالي، بتقولي انا حياتي مم. ستريس، اقول لها ماشي، تقولي ما فيش حل تاني، قلت لها ولا عندي انا كمان حل. بس حل ممكن المشاكل. تتمشي، تقللي مم. ستريس برضو في فترات في يومك. ممكن تدي لنفسك 10 دقائق ربع ساعه قبل ما تنامي فور يو. مم. لما تصحي الصبح مش لازم تنطي من السرير، اصحي نص ساعه بدري، مم. اقعدي مع نفسك قبل ما العيال تصحى. هدي نفسك شويه. بتفرق والله، ناس بتفرق معاهم بطريقه مم. unbelievable، بيخسوا رغم ان هي ممكن تبقى ماشيه كويس جدا، بس مم. مجرد ان هي عرفت بس تدي تكنترول ستريس سنه، لنفسها شويه وقتها. هوا، شويه مم. نفس، بتلاقي نفسها خست. طب موضوع بقى اللي انا اعمل دايت واخس كيلو وافرح بيه جدا، وافضل قاعده بالكيلو اللي خسيته ده شهر، وانا محروم وباكل بيض الصبح وما باكلش اللي انا عايزه، وهو ماشي بالكيلو ده شهر في التاني يعني ما هو دي حاجه تحبط برضو. يعني في حاجه ممكن تزق تساعد، ولا برضو كل اللي احنا اتكلمنا عليه؟ again let's address الروت كوز. انت بتنام اه كويس؟ عندك ستريس ولا لا؟ واخد الفيتامينز بتاعتك مظبوطه ولا لا؟ اللايف ستايل بتاعك مظبوط؟ انا ما حدش قال مم. انك تعمل دايت محروم. باي ذا مم. واي كلاينتس كتير جدا بتيجي عامله حرمان فظيع مم. وخاسين اول 3 كيلو وبيبلاتو، قاطعين كاربس، قاطعين بالظبط. فات، قاطعين. مم. ما هو انت عشان قطعت يا باشا، ما مم. جسمك دخل جوه ستريس اكتر من كتر مم. الحاجات اللي انت قطعتها دي. الفكره مم. كلها is to balance and cycle. افهم اوكي. هرموناتي، افهم يومي ماشي ازاي، مم. فابتدي اسايكل الاكل accordingly. واكوردنجلي امشي مظبوط. بالظبط. عشان كده لازم الدايت تبقى مم. كاستمايز. جو بقى ان انا مشيت على دايت بنت اختي وبنت خالتي، ايوه ايوه. وده في حالتي ما نسرين عنديش. صاحبتي عملت دايت نزلها مش عارفه 10 كيلو. دايت الموز. ايوه دايت مش دايت عارفه الموز. الايه. انا ايوه لسه ده كلاينت حقيقي. النهارده مكلماني تقول لي انا عملت بقى حاجه فظيعه. قلت لها ايه؟ قالت لي انت لما غبت بقالي شهر عملت 20 ساعه صيام و4 ساعات اكل بس، وماتت بعد خسيت كده. 3 كيلو.
قلت لها تمام. تقولي تخنتهم الاسبوع ده. ما طبعا ايه ما ده انت حضرتك كمان، ما انت بالظبط موتي يعني. نفسك. تقولي اه قطعت ايه ده. كاربز وقطعت فاتس وكلت فراخ مشويه كلهم معمولين في البيت. قلت لها اه ايه ما هو ليه ما ينفعش النكد؟ تعيشي كده. انت حتى لو خسيتي، لو عندك ايفنت بقى يمكن الكلى مش هينفع، دي يبقى اللايف ستايل بتاعك يعني. واز لونج از ان ما فيش ميديكال كونديشن، الحرمان مش حل. ابتدي ان انا افكر بقى ان انا مم. احرم او اشيل او استخدم ميديكيشن او اعمل، لو في ميديكال كونديشن ان انا حاولت احاول لسنين اشوف طويله. اصل المشكله فين. بالظبط كده. طيب سؤال بقى مهم قوي، الحقن دلوقتي اللي بتخسس، تمام، هل هي فعلا يعني لو ما الواحد يعمل اللي قال ده، يظبط الفيتامين دي ويظبط الحديد ويمشي على سيستم وخلاص، في ناس بجد عملوا الكلام ده كله وبرضه واقفين مكانهم، هل ساعتها حل الحقن ده بيبقى هو ده الحل فعلا؟ بصي لازم نتفق ان المرض سمنه، السمنه مرض. السمنه مرض السمنه مرض اصلا. مم. فهو ما دام في مرض يبقى في مم. سبب للمرض، ايزو مم. جيناتيك، ان جالك مقاومه انسولين عشان انت وزنك زاد قوي، مم. فجسمك بقاش يحرق حلو حتى لما ظبطت كل الحاجات دي. عندك انفلاميشن في جسمك، فالدايت اللي بتعمله مم. انفلاماتوري برضو. ما انا بقول لك ممكن تاكلي رز معمر في الدايت بتاعك، بس لو مم. عملتيه هيلثي بقى لس انفلاماتوري، بقى مم. ملهب اقل. وانس ان جسمك بقى لس انفليمد بقى يحرق احسن. في اوكي. ناس من كتر تجارب الدايت وبعد اللخبطات الكتير واكل الجنك الكتير جالهم مقاومه انسولين، وده ليفل فوق ما تتخيلي طبعا من اليورو دايترز، البوبيوليشن. مشكله اليورو دايترز. اكزاكتلي. فساعتها بيبقى الانجكشنز حل، مش عشان يخسوا، عشان يصلح يدي المشكله اللي حصلت. يصلح المشكله. مم. فلما حد يجي يقول لي هو انا هعيش عليهم على طول، هو المرض سمنه ممكن تعيش عليهم على طول لو مم. انت عندك حاجه مخليه عندك مقاومه انسولين فور ايفر از جيناتيك كوز مثلا. مم. بس لو مقاومه الانسولين بسبب ان وزنك زاد، فلما نخس وكلنا صح واحنا بناخد الحقنه وتعلمنا ناكل ازاي، مم. يبقى ساعتها ممكن ابطل الحقنه عادي. وفي كيسز اصل في ناس سكسسفul. بتاخد حقن بس يقول لك انا مش هعمل دايت خالص، انا باخد الحقنه. قلت لها ايه بقى حبيبي ده بقى اللي اه يطلع يقول لك اصل جالي شلل في الامعاء، اصل ده مم. اللي يجي يقول لك اصل انا خسيت على 25% ولا 50% من مم. العضلات. ما حضرتك كلت بروتين وانت لا بتاخد الحقنه؟ لا. لا. مم. طب ما انت طبيعي، انت اصلا لو عملت دايت من غير الحقنه ومن غير ما مم. تحط فيه بروتين هتخسر عضلات. ايه رايك؟ ونفس الكميه. مم. فاتس نوت يعني طبعا الحقن بتخسس من هنا بتساعد لهنا، بس مش لوحدها. لا وبتخسس مم. من هنا وهنا. بس لو مم. كلت بروبر بروتين ولعبت رياضه، انا عندي مم. كلاينتس they gained muscles وهم مم. بياخدوا حقن التخسيس. اوكي، يعني العكس، عاد عليهم كمان بفايده اكسترا، مش بس ان هو خس. بالظبط بالظبط. مم. وغيروا حياتهم وغيروا بتاع. أنا عندي مم. كلاينتس بقى لهم اهو 8 شهور مبطلين والحمد لله الوزن بتاعهم ثابت، الاميونيتي بتاعتهم احسن. عدى على واحده مكلمين تقول لي انا عدى عليا الشتاء لاول مره ما يجيليش الالرجي، عشان كان مم. بيجي لها حساسيه صدريه من كتر مم. ما هي عندها سليب ابنيا، بيجي لها مم. ضيق تنفس وهي نايمه. لما خست مم. ال 25 كيلو دول تقول لي انا بقيت اعرف اتنفس بالليل، الدكتور بتاعي مم. مش مصدق. ما هو برضو يعني اكيد عملوا برضو معمل نوم واكتشفوا ان هم عندهم مسليب ابنيا، فابتدوا ان هم لازم يخسوا، فابتدي يروح هو اصلا يعمل دايت. مبعوتين ليا من حد ما هو ما الدكتور بتاع بالظبط، الانف واذن هو اللي بعتهم لي عشان يخسوا، عشان يحاول عشان يحسن يعرفوا يعملوا المشكله. العمليه او ان هم اكزاكتلي يتحسنوا. اكزاكتلي. طيب امتى اعرف ان ابني او بنتي وزنها ده مش صح، خطر؟ ايه السن اللي فعلا اقدر ابتدي اقول البنت دي هتطلع تخينه او الولد ده هيطلع مليان؟ طيب بصي، من اول ما يتولدوا مم. لحد ما يكملوا يوصلوا للبيوبرتي في مم. حاجه اسمها جروث تشارتس. مم. جروث تشارتس دي عباره عن ايه؟ بيبقى زي كده رسم بياني، بيبقى مم. في حاجه اسمها بيرسنتايل اللي هي الناس النورمال. اه النورمال الطبيعي بيبقى من مم. ال 90 لل 110%. مم. لو انا جوه من 90 ل 110% يبقى انا نورمال. وات ايفر بقى عنده سنه سنتين ثلاثه اربعه، مم. احنا بنشوف كده بالنسبه للطول دي وبالنسبه زي للوزن. البي ام اي تقريبا. نو ده حاجه اه اسمها جروس بيرسنتايلز، يعني هي اوكي. بيبقى تشارت كده. عارفه فاكره زمان واحنا صغيرين في اه الاستاتستكس بيبقى في زي كيرف كده؟ ايوه عمري ما فهمته. هو هو ده بقى ده هو اوكي الكيرف هاي دوت. هاي. فبنبص بقى نشوف اه احنا اقل من ال 90 مم. ولا فوق ال طول ما انا 110. من التسعين لل 110 للمية انا في العشرة النورمال رينج. انا نورمال. حتى لو عملوا جهاز امبادي او جهاز من بتوع البادي مم. كومبوزيشن يطلع الاولاد غير بتاع الكبار، هيطلع مم. لهم في تو تشارتس تحت بتاعه اوكي الفات وبتاعه الويت. اوكي. فده اللي بيقيس ساعتها. وساعتها لو انا جوه النورمال خلاص ابني اصل نورمال. دايما في كونسبت ابني لزلوز كده ده صحته كويسه، الرفيع يا عيني المسؤوم ده غلبان، ده عارفه ضعيف. بقى الكونسبت اللي صح ايه؟ بعيد ان اه انا بقى لو انا هتكلم بجد، مم. ابنك او بنتك بيعيا كم مره في السنه؟ مم. لو بيعيا مرتين في الصيف وثلاث مرات في الشتاء يبقى معقول بالنسبه للولاد مم. التانيين. بلس ان انا احلل، لان امهات عندهم تابو ان اقول لها روحي حللي لابنك. حضرتك مم. المفروض تحللي لابنك كل سنه. مم. ما هم في بيخافوا طبعا. مرحله مم. نمو، معناه مم. ان جسمهم بيستخدم الستورز اللي جوه. وخلينا واضحين مع بعض، معظم العيال بيكي ايترز مم. واكلهم زي الزفت. والامهات ده حقيقه. مش هقول بتستسهل، لان الله مم. يكون في عون الامهات اه طبعا طبعا. لا لا. مم. اللي بيشتغل واللي عنده مم. عيالين ثلاثه مم. وات ايفر الظروف مم. فساعات غصب عنها مم. مش هتستسهل او مش مم. هتستسهل. ده اللي انت الافيلبل هتاكله بقى اللي انت هتاكله. يعني المهم بالظبط خلصني وكل عشان ما تموتش بالجوع. بالظبط. فلازم لو مم. انا متاكد ان ابني بيكي ايتر ومش واخد باله من اكله، لازم احلل كل سنه مم. اتليست عشان بيحصل طول
مم. اعرف ان الكالسيوم كفايه، اعرف مم. ان الفيتامين دي كفايه. مم. وبعدين مش هدي فيتامينات عماله على بطال. ممكن ادي مالتي فيتامين شهر او شهر لا، اوميجا 3 شهر او شهر لا، بس مم. ينفعش لا ادي فيتامين دي لا ادي حديد غير لما اشوف الليفلز. بالظبط، مش بدري مع نفسي ده شكله عنده نقص حديد ما هو لو عنده كتر حديد مم. حضرتك هيعيا، اوكي لو عنده كتر فيتامين دي هيعيا. حيايا. مم. واحد تيجي تقول لي اصل انا ابني بيجري في الشمس طول النهار، حضرتك حللتي؟ لا انا حسيت كده مع حسيت نفسي. ابني تحت عينه اسود يبقى مم. اكيد عنده نقص حديد. حضرتك مش ممكن يكون عنده مشكله في الاوعيه الدمويه تحت عينه مم. مثلا؟ يعني او بيسهر نحلل. بالليل اصلا قاعد طول النهار قدام اللابتوب ولا قدام التابلت ولا قدام البلاي ستيشن؟ لا. طيب سؤال بقى مهم قوي بالنسبه لي بقى دلوقتي، انا في رولز عندي معينه كده لازم الطفل يمشي عليها عشان سنانه يتحافظ عليها وما تبصش. احنا عايزين نتاكد ان ده ملوش اي اثر جانبي على الطفل نفسه. يعني احنا بنتكلم ان الويننج للاطفال يفضل بعد سنه، مم. تمام، وما يبقاش بيرضع او بيشرب اللبن ده بالليل. مم. يعني الويننج بالليل بيبقى بعد سنه، مم. تمام. دي حاجة. تاني حاجة فكرة العيش البلدي بالنسبة لنا أفضل من العيش الفينو. الأكل الستيكي بالنسبة لنا ممنوع. الفريكونسي، يعني أنا لو باكل شوكلت أوكي كل شوكلت إن شاء الله بار شوكلت. أرحم بالنسبة لي لو كلتها مرة على الغدا بإن أنت كل ساعة بتاكل لي شوية شوكلت شوية شوكلت، عشان عندنا حاجة اسمها الواشنج إفكت. فكرة بالنسبة لنا الأكل طبعا خلاص أنا عرفت، يعني الفيتامين دي ده بالنسبة لنا مهم جدا، يعتبر أنتي بايوتيك أصلا. مم. فهل فعلا احنا ريليتد لبعض؟ يعني البق يعتبر مراية لجسم الانسان؟ بصي كل اللي انت قلتيه احنا مع بعض on the same page. حلو يعني قوي. موضوع ان انا اكل شوكليت متقسم على اليوم دوت هيعلي الانسولين بتاع الولد اصلا، يقعد يعمل مم. حاجه اسمها زيج للولد نفسه. بالظبط. فالزيج زاجنج دوت هيعمل له انسولين ريزيستنس بعد كده، فيجي يقول لك اصل انا ابني عنده مقاومه انسولين وهو 10 سنين. ما حضرتك من اللي بتدي له شوكولاته عماله على بطال. حاجه تانية اللي هو الحته بتاعت بقى اللي انا ممكن اعترض معاها عليكي او عليكي ما فيها، ان هو موضوع ان هي اللبن الام او اللبن بعد السنه. يس ممكن نديلهم لبن بعد السنه دوت عندنا بنبريفير لو البريست فيدنج حتى لغايه سنتين طبعا. لا احنا أكيد. بنتكلم بالليل بس. بالليل حاجه سهله قوي. مش ممكن بتكلم انه الام بقى يبطل اللبن، تعملها لا لا بعد ما بالليل بس. ترضعوا، بعد ما ترضعوا تشربوا ميه تشربوا ميه او ننضف او السنان. تحط على صباعها حته مم. كوتن وتنضف له بالميه بس. مم. وخلاص واستفدتي الولد وشربتي الولد واستفدنا كلنا وانا وانتي مبسوطين الحمد لله. الحمد لله. طيب اخر حاجه بقى عايزين نسالها، عايزه 3 نصايح للاهل مع الولاد بتوعهم يخلي بالهم جدا من ايه ليهم ولولادهم عشان يبقى عندهم تغذيه سليمه، وكمان جسمهم في الاخر يبقى سليم لشكلهم ولصحتهم والكلام ده كله. بروتين 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 بروتين. بصي جسمنا طب كله في بروتين. بروتينات احسن من بروتينات ولا كله كويس؟ طبعا والجو فور انيمال بروتين، البروتينات الحيوانيه. مش بتكلم يعني ستايل كله اللي طبعا هو ام فيجن دلوقتي ده لا يعني. فيجن ايه. اولا خلينا نبقى اقول لك ليه اصلا. عشان خاطر في حاجه اسمها essential امينو اسيد. الامينو اسيد دي هي البلوكه بتاعه البروتين اللي هي بتصنع البروتين. في حاجه اسمها essential ونون essential. essential يعني ضروري، يعني جسمنا لا يصنعها. دي بتيجي كلها من الحيوانات. حته اللحمه اللي قد كده فيها كل essential امينو اسيد. تمام. بالرغم من مثلا الفول دي نشويات بس عاليه البروتين، ما فيهاش كل essential امينو اسيد. فنمبر 1 انيمال بروتين. انيمال بروتين يبقى كام بالنسبه للولاد؟ ما نقلش عن 80 جرام بروتين بير داي. فانا بتكلم في الرينج ما بين 4 ل 8 سنين. يعني انا بتكلم دايما في الولاد من 4 ل 8 سنين بالزبط. في الرينج دوت. قبل كده بيبقى معتمد على اللبن مينلي، فبيبقى الحمد لله في بروتين. نمبر 2 خضار. هتيجي تقول لي ابني ما بياكلش خضار، ما بياكلش فاكهه، اتصرفي شوفي اي نوع خضار. خبيه يا حبيبتي او خبيه. خبيه. اعملي مكرونه وقطعي فيها شويه كوسه وحطي له عليها صوص كتير، مش هياخد باله ان الكوسه جوه المكرونه. في شويه الناجتس اللي بتعمليهم دول دلوقتي في اصلا ماركات حاطين فيجيتابلز جوه الناجتس. ده حقيقي. عايزه تعمليه في البيت يا ست الكل، فراخ وارمي جواها كل حاجه لونها ابيض ان هو ما ياخدش باله. حطي فيها بقى كولي فلاور، حطي فيها كوسه، حطي فيها اضحكي على الولد. يبقى بروتين خضار. اوكي. اهم حاجه بقى في ده كله بلاش رمرم. نبطل ان احنا كمان نربط ان هو عمل حاجه حلوه نديله حاجه ان هو ياخد حاجه حلوه. يا ريت والله. يعني يا ريت. انا ارحم لي انا انك تقول حاجه حلوه. احنا نعمل له سكور بورد ونقول له كل 10 نقط انزل اجيب لك لعبه في رينج كذا فلوس على حسب مقدرتك الماليه. بس جاوب بقى انت شطور خد بونبوني، انت شطور خد مصاصه، انت شطور. كارثه. دي مصيبه سودا. لان هو بيتعود ان هو لما يحب يكافئ نفسه لما يكبر يروح ياكل اكله حلوه، يجيب تورته، ياكل اكله حلوه بقى، يجيب له بقى تورتايه، يجيب له شويه دونتس. فيا ريت يبقى السكورينج سيستم في حياتنا مش اكل.
يبقى نبتدي مكافآت نربط تانية غير السعادة الأكل. بالأكل، لأ إحنا ممكن نعمل كفاية حاجات تانية ألذ بكتير، أنتِ لو إمم. اديتيه يجامب في أي يعمل حتة shopping، يتفسّح، يعني أي حاجة، بس ابعدي عن غير الأكل لو سمحتِ. حاضر، حاضر. حاضر. thank you جدًا دكتور أمل، Thank you جدًا نورتينا دكتور النهارده، نانسي ولسه بجد. عندنا حلقات تانية إن قدّام شاء الله كتير يا إن شاء رب، الله مع إن بعض، شاء الله. وthank you very much نورتينا النهارده في برّه أنا انبسطت الروشتة. إن أنا معاكم جدًا، وأنا جدًا، أكتر جدًا. جدًا، جدًا. thank you دكتور أمل. باي باي، باي. باي. باي.